مقر شغلي كان هناك. وكون انه روتانا اللي هي شركتي الشركة المنتجة، فمقر يعني ما بين مصر وما بين بيروت، يعني فضلت أكون في بيروت لأنه كذلك الناس اللي كانوا محاطين بي يعني انه عملوا لي ألحان وكتبوا لي كلمات وكتير يعني بدين لهم الشكر والاحترام لهالشعب الجميل. اهلا وسهلا فيكي فلا. نحن ببداية حوارنا محضرين تقرير خاص بيحكي عن مسيرتك الفنية، خلينا نشوفه نحن وحضرتك والمشاهدين. يلا. هي نفسها لا تعرف متى كانت بدايتها الفنية. كل ما تمتلكه من ذكريات الماضي الفني أنها بدأت في سن صغيرة السير على درب الفن الوعر. إنها فلة الجزائرية ضيفة برنامجنا قمر الليالي. شخصية يكترثها الغموض ويلفها الجدل، وذلك للوهلة الأولى، لكنك ما أن تجلس معها وتحاورها حتى تكتشف مباشرة أنها إنسانة شفافة عفوية طبيعية محبة، تمتلئ فنا وعطاء ومحبة للناس. نشأت فلة في عائلة مناضلة جزائرية، كيف لا وهي من بلد 1.5 شهيد. ولدت فلة في فرنسا من أب وأم جزائريين كانا مناضلين في ثورة الجزائر. أما أخواتها الأربع فيمتلكن الحس الفني والتذوق الموسيقي، فكل واحدة منهن تعزف على آلة موسيقية. أما فلة فتعزف على البيانو وتغني. بستان الفل راح فين والزهور الهوى بستاني، نسرنا نور العين والفول يابا بستاني. يا امان يا ليالي امان امان يا ليالي امان 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 يا ليالي امان، وعيونك سود يا محلاو قلبي متولع في ليالي، وعيونك سود يا محلاو. كانت أوروبا المحطة الأولى والأبرز لانطلاقة فلة الفنية، ثم الجزائر، ومن ثم أخذت فلة تنتشر في الوطن العربي كواحدة من المطربات العربيات اللواتي حملن الفن الأصيل والملتزم والوطني والقومي في أصواتهن وأدائهن. رجال العصر هن رجالك وأبطال الحق هن أبطالك، ضحوا بأرواحهم كرمالك كرمال الأمة العربية. فلة اليوم حلت ضيفة على الشام لتحتفل بدمشق عاصمة الثقافة العربية من خلال أغنية معزوزة يا شام التي أنجزتها خصيصا لهذه المناسبة. فأهلا ومرحبا بك يا فلة يا ضيفة سهرتنا لهذه الليلة. قلبي ارتاح لك حيشرح لك لما تبعد يوم بيوم، يسهر ليله ويشكي ويله ويا ما يسمع له. قلبي ارتاح لك حيشرح لك لما تبعد يوم بيوم، يسهر ليله ويشكي ويله ويا ما يسمع له، ويسد من جودايد سهران يشكي الحبايب، ويسد من جودايد سهران يبكي الحبايب. شو هالريبورتاج الحلو عن جد، فاجأتيني.